الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي نايل سبورت واستاد النيل وعشاق كرة القدم، أسعد الله مساءكم. معلقكم مؤمن عبد الغفار. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم ولقاء سموحة والنادي الأهلي في الأسبوع 25. بدأ اللقاء حكمنا الدولي محمود البنا اللي بيدير اللقاء، على يميننا سموحة بزيه الأزرق وعلى شمالنا النادي الأهلي بزيه الأحمر المعتاد، شورته أبيض وشراب أحمر. نتمنى نشوف بإذن الله لقاء نستمتع بيه من الفرقتين، وخاصة لما تقف الكرة نقول لكم على موقف الفرقتين. شريف إكرامي 4، وكالعادة كده هيجي بقى عمر سعد عشان يلعبها بإيده طويلة، بيلعبها كويس جوه ال 18. عمر سعد طويله زي الركنيه، حسام باولو فيها خطوره، الراجل لوحده تماما. جول 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 جول، هدف عالمي، هدف رائع 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 للمره الثالثه. اسلام محارب بيجيب جول ولا اروع من كده، مش ممكن على حلاوه الجول وحلاوه الاجوال اللي بتيجي في الدوري السنه دي جدا جدا جدا. شفنا هدف عاشور الادهم وشفنا هدف لصلاح امين، شفنا اجوال كتير السنه دي في الدوري ولا اروع من كده. هدف رائع 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 لمصلحه سموحه. اسلام محارب الراجل حطها ايه ده، حطها بايه، بالمقاس، رايحه في المقص اليمين على يمين شريف إكرامي. ادي محمد صلاح ابو جريشه كمان المدرب العام، واحد من نجوم مصر والنادي الاسماعيلي فتره من الفترات. بصوا يا جماعه، ادي هنا الراجل رمي التماس ولا الركنيه، والراجل لوحده تماما وحطها ايه، دي رايحه جنب القائم، صعبه جدا جدا على شريف إكرامي. لمسها حسام باولو وحطها في الزاويه البعيده عشان يتقدم سموحه في الدقيقه 24 بهدف اول لإسلام محارب. أحرز هدفين إسلام محارب في الدور الأول، مش ممكن، هدف رائع رائع. من حقك تفرح، قلنا لحضراتكم صوتنا بيعلى مع الأجوان الحلوة ومع الكرة الحلوة ومع الأداء الكويس. قياسي في إحراز لقب الدوري 37 مرة. أدي مارتن يول الهولندي، 61 سنة مارتن يول. ايفونا راجل نازل نص الملعب، يعني لازم يكون هو موجود في المنطقه الاماميه، لكن عبد الله السعيد هو اللي بيروح مكانه. ادي مره ثانيه هنا اتضربت ومساحه كبيره جدا موجوده في نص ملعب النادي الاهلي. بداوا يهاجموا. عمر سعد عايز يلعب العرضيه، حلوه العرضيه، حلوه، مش ممكن على خطوره. لسه مره ثانيه تترد بره ال 18. عمر سعد العرضيه، لكن يطلع مره ثانيه مين، حسام عاشور المنوفي. فرصه هدف ثاني بتضيع من فريق سموحه. عمر سعد عايز يلعب العرضيه، تخبط وتغير اتجاهها وتطلع. وليد سليمان، حسام باولو، سلام يا ولد لعيب، خدها لنفسه كويس، حطها ناحيه شمال لمحمود سيد، لحسام باولو مره ثانيه، يرجع على نص ملعبه. عمر سعد للمنوفي، استلم المنوفي، يرجع مره ثانيه وفيها خطوره تعمل مشكله. ايفونا لسه ممكن يسدد، 1 ضد 1. ايفونا ممكن هدف التعادل. جول، يا سلام يا ايفونا، خطأ قاتل من عمرو المنوفي من البدايه. عبد الله السعيد بيتعادل للنادي الاهلي. عبد الله السعيد في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 36. عبد الله السعيد يتعادل من خطأ عمرو المنوفي. الراجل بيرجع الكرة ما بين الاثنين المساكين وعملها وحش قوي، ويقدر مالك ايفونا يضغط على المدافع، استخلصها كويس، والراجل مكمل عشان يتعادل النادي الاهلي في توقيت هايل، في وقت كان سموحه افضل، لكن قدر النادي الاهلي يتعادل 1-1. ادي الكرة مرة ثانية، ايمن اشرف هنا حاول يحط رجليه لكن خدها كويس لنفسه ايفونا، وبخبرة النجم والهداف عملها حلوة. يا سلام يا ولد، يا سلام يا ايفونا، واحد غيره كان ممكن يطمع هنا ويحطها في الجول وتطلع بره او تخبط فيه صدر الحارس وكان ينقذها، لكن عملها بالعرض لعبد الله السعيد، والمباراه هتحلو. بقول لحضراتكم لسه المباراه فيها جوال تاني. ادي عبد الله السعيد بيعمل جهد كبير جدا في نص الملعب عشان ينقل الهجمه من نص الملعب للثلث الهجومي. ادي اسلام محارب، تطلع ركنيه، بنلعب في الدقيقه الثالثه، ممكن تكون بعد الركنيه يبدا محمود البنا بقى يفكر كده في صفيره نهايه الشوط الاول. ركنيتين للنادي الاهلي ولا ركنيه لسموحه لغايه دلوقتي. طالع احمد حجازي، عبد الله السعيد، ايفونا، احتكاكات كده جوه ال 18. عبد الله السعيد عملها بعيده الناحيه الثانيه لمهدي سليمان، يلمسها بقبضه ايده، لكن هنشوف بقى محمود البنا بالفعل بيطلق صافره نهايه الشوط الاول. تعادل ايجابي 1-1. كان تقدم اسلام محارب في الدقيقه 24 وتعادل عبد الله السعيد في الدقيقه 36. نقول سريعا كده الفريقين بقى نزلوا الملعب، نقول تشكيله الفريقين. فريق سموحه المهدي سليمان لحراسه المرمى، 2 مساكين محمود عزت وعمر سعد، وعلى اليمين كواكو منصور، على الشمال
ايمن اشرف او عمر سعد ناحيه الشمال، وايمن اشرف هو المساك. في وسط الملعب نبيل مانجا واحمد حمص وعمرو المنوفي، قدامهم محمود سيد واسلام محارب وحسام باولو في المنطقه الاماميه كمهاجم وحيد. في المقابل النادي الاهلي لحراس المرمى شريف اكرامي، 4 في خط الظهر، احمد حجازي، رامي ربيعه، على اليمين احمد فتحي، وعلى الشمال صبر رحيل. في وسط الملعب حسام عاشور، حسام غالي، قدامهم 3 وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، ومالك ايفونا. ادي صبر رحيل بياخد انذار، لكن تخبط في مانجا وتطلع رمي التماس. وليد سليمان هلا يفكر في ال3 نقاط ويزود مهاجم تاني على حساب وليد سليمان. هنشوف هيفكر فين مارتن يول. وليد سليمان عايز ياخدها لنفسه، طولت منه الكوره، يطلع مره ثانيه. ايمن اشرف اماميه، محمود سيد استلم للمنوفي، ضرب بيها حلوه قوي ناحيه الشمال. حسام باولو كان ما عنده فرصه يقدر يكمل، وادي خطا مره ثانيه من رامي ربيعه البينيه. باولو فرصه هدف، فرصه هدف ضائع لحسام باولو، اتعملت حلوه قوي قوي من محمود سيد من البدايه، عمل يكمل فيها، جه قفل عليه هنا عبد الله السعيد، فتح له مساحه مره ثانيه حلوه البينيه. ايفونا كان في موقف تسلل ولا ايه؟ يا سلام يا ولد، حلوه حلوه التسديده، بس حظه سيء جدا. نزود بقى النواحي الهجوميه. محمد حمدي زكي على حساب احمد حمص، هيبقى موجود محمود سيد واسلام محارب ومحمد حمدي زكي. ممكن يبقى في مهام دفاعيه شويه لمحمود سيد في نص الملعب. رمي التماس، حسام باولو بدا يتطرف شويه كده على الجناب اماميه، يطلع مره ثانيه ايمن اشرف لحسام غالي، استلم غالي، عمل 1 2 حلو قوي، اتحطت ناحيه اليمين. وليد سليمان خدمته الكره، عايز يلعب بينيه حلوه 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 يا راجل، مش ممكن، عينه مش على الكره ولا شايف الجول وهو خارج. ايفونا عملها حلوه قوي. وليد سليمان ضرب هنا ووقف خط الظهر على اساس انها تسلل، ما كانش فيها اي حاجه، من لمسه واحده للمره الثانيه، لكن المره دي وسط ملعب سموحه. ايفونا حسام غالي عايز يحطها مره ثانيه، تغطيه ايفونا، ضرب جزاء، ضرب جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 67، ضرب جزاء، وكان عامل التغطيه هنا عمر سعد، راح متاخر، وضرب جزاء للنادي الاهلي. راح هنا ايمن اشرف بيتكلم مع محمود البنا، بيقول له هنا كواكو مصاني ما فيهاش حاجه، لكن هتبان في العاده، ويبدو كده ان ممكن ايمن اشرف ياخد انذار. بالفعل ايمن اشرف بياخد انذار ولا كواكو؟ هنشوف كواكو ولا ايمن اشرف. راحوا لعيبه سموحه بيعترضوا ان ما فيهاش حاجه، لكن هتبان طبعا. ادي ايمن اشرف ياخد انذار تاني. ادي هنا حسام غالي عملها بينيه حلوه وخدها الراجل، وادي هنا ايمن اشرف هو اللي عمل ضربه الجزاء. هتبان هنا مره ثانيه في العاده. هل بقى فيها كلام؟ بيعترضوا على اساس انها على خط ال 18، طبعا يتكلم فيها نجمنا الكبير الكابتن احمد شوبير بعد المباراه ونجومه في الاستوديو التحليلي. هنا اعتراضهم على اساس ان الراجل كان بره ال 18، لكن بينيه حلوه قوي معموله له دواء كده زي ما بيقولوا او بلسم. ادي هنا الاعاده، كان بيعترضوا اللعيبه على اساس انها على خط ال 18. ايمن اشرف بياخد انذار في الدقيقه 67، انذار تاني، انذار وحيد لصبر رحيل. عبد الله السعيد 8 تجوال مع النادي الاهلي، ضرب جزاء عبد الله السعيد والمهدي سليمان، وهدف ثاني، هدف ثاني عبد الله السعيد بيتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 68، هدف ثاني بيرفع رصيده ل 10 تجوال. عبد الله السعيد هدف ثاني، عبد الله السعيد في الدقيقه 68 من ضرب الجزاء. هدفين عبد الله السعيد بيرفع رصيده ل 10 تجوال مع النادي الاهلي. راح معاها المهدي سليمان ناحيه اليمين، لكن كانت قويه، تسديده قويه من عبد الله السعيد. الاهلي 2-1 سموحه. اكيد الوضع هيختلف، هيفكر الكابتن حلمي طولان في تعديلات. عبد الله السعيد، ادي الكره اللي كانت قاعده قدامنا في نص الملعب. مانجا عايز يغير الملعب ناحيه اليمين لمنصور، قطعها كويس قوي مؤمن زكريا، اللمسه واحده حسام غالي عمل مشكله كده، لكن يلحق نفسه ويصحح وضعيته مره ثانيه. حجازي، حسام غالي، نص الملعب فيه مساحات كبيره جدا جدا في الثلث الوسطاني. عبد الله السعيد بيغير الملعب الناحيه الثانيه، احمد فتحي يلمسها، احمد فتحي لوليد سليمان، دبل باص حلو قوي، يا سلام يا فتحي، بيغير الملعب الناحيه الثانيه، حلوه يا ولد، حلوه 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 حلوه، افضل اقول حلوه مره. مع الشرطه 1-1، وكان فازوا على انبي 1-0، وعلى المقص 4-3. نتائج طيبه جدا عاملها كابتن حلمي طولان ولاعيبه سموحه.
استقرار فني واستقرار اداري. رئيس نادي فرج عامر عامل جهد كبير جدا مع الفرقه، ويقدر كل شويه يجيب لعيبه زي ما عرفنا كده انه بيفكر يعني خلاص او تعاقد مع احمد رؤوف واحمد جعفر وصلاح سليمان. فرحه الجهاز الفني كل شويه بيدعم لعيبته، وعايز فرقته تبقى افضل وافضل، وعايز يوصل كده للمربع الذهبي او في المركز الثاني او الثالث عشان يلعب في بطوله افريقيا. طموح مشروع لكل فريق. مره ثانيه وليد سليمان استلم، وليد عايز يسدد، تخدم الكوره، جول جول مؤمن زكريا. حلوه الكره خدمته، تسديده وليد سليمان غيرت اتجاهها من المدافعين وراحت لمؤمن زكريا اللي كان عامل المتابعه وكمل جوه ال 18 ويحرز هدف اول في الدقيقه 78. مؤمن زكريا بيتقدم بهدف ثالث للنادي الاهلي وبيرفع رصيده لثمان تجوال. مؤمن زكريا بيلدغ، والراجل هداف كبير مؤمن زكريا بيجيب جول في الدقيقه 78. مؤمن زكريا بيتوج مجهوده في الشوط الثاني، الشوط الثاني افضل من الشوط الاول لمؤمن زكريا. وادي الاعاده مره ثانيه، وليد سليمان بيسدد، يعني غيرت هنا عمرو المنوفي وراحت لمؤمن زكريا، وبحسه الهداف المميز الهداف الكبير مؤمن زكريا خدمته، ما فيهاش اي تسلل، ويجيبها جول هنا ويحرز الهدف. موجود في ضربات الجزاء، اي ضرب جزاء بيسددها عبد الله السعيد. هنشوف بقى عبد الله السعيد ولا مين يلعبها، ولا احمد فتحي. احمد فتحي، فتحي يا ولد يا مهدي سليمان. حلوه المهدي سليمان، صعبه جدا على اي حارس ان يمسك الكره دي في اي وقت، يعني برافو المهدي. ركنيتين لسموحه من بدايه اللقاء. هيلعبها محمود سيد. محمود سيد مره ثانيه، تخبط هنا في حجازي ولا ايه، ولا دماغ محمود سيد ولا ايه؟ هنشوف. ده والله عمر سعد هو اللي كان طالع يلعب بدماغه، عملها له محمود سيد كويس قوي. عرضيه حلوه لكن لمسها كده بعيد على شريف اكرامي. سموحه كان في دور ال 16 فاز على الانتاج الحربي 1-0، والاهلي كان فاز على ديروت 3-0. هيلاعب الحدود في دور ال 16، ديروت كان في دور ال 32. بيطلع ايمن اشرف. نلعب في الدقيقه الرابعه. رامي ربيعه يلمس بدماغه للمنوفي مره ثانيه. خلاص بنلم اوراقنا بقى كده، نقول الف مبروك للنادي الاهلي. 3 نقاط مهمين جدا في مشواره في الدوري. اتاخر كتير قوي، تمساحات قطعت. صالح جمعه، صالح عايز يعدي من 3 لعيبه اتقطعت، كان ممكن يلعب ناحيه شمال لمؤمن زكريا، اتاخر كتير قوي. تمساح في نص الملعب مره ثانيه، مانجا بيغير الملعب ناحيه الشمال. حلوه ولد لعيب، حطها حلو عمر سعد. المنوفي لمحمود سيد، حطها ناحيه الشمال مره ثانيه. عايز يلعب العرضيه جوه ال 18، تكتل وكثافه عدديه بلعيبه النادي الاهلي، تترد في نص الملعب. محمود سيد بيغيرها ناحيه اليمين. حلوه حلوه، مش ممكن مش ممكن يا راجل، ده انت لو مدافع مش هتخرجها كده، مش ممكن مش ممكن. واد الراجل بيضحك، فرج عامر، مهندس محمد فرج عامر يعني بيضحك. الكره سهله قوي، الراجل بدل ما يحطها يجيبها جول، الراجل بيطلعها كانه بينقذ النادي الاهلي في كره زي دي. كرة غريبة جدا لكواكو، يعني مش ممكن. لو المدافع ممكن يحطها في نفسه بتاع النادي الاهلي، الراجل ايه ده لوحده يحطها في الجول بمنتهى السهولة، مش عارف عايز يعمل فيها ايه، غريبة جدا. الراجل يعني هنا خالد عبد العاطي مخرج اللقاء بيعيدها لنا مرة ثانية. مهندس فرج عامر بيضحك يعني على الكرة اللي فاتت، لكن بالفعل في هذه اللحظات يطلق محمود البنا صافرة نهاية المباراة بفوز النادي الاهلي 3-1. سموحه 41 نقطة في المركز الرابع. ألف مبروك للنادي الأهلي 53 نقطة، وبيرفع رصيده ل 56 نقطة يتصدر بها قائمة الدوري العام. أشكركم.